إن دريسبس كان بيهدي الخديوي توفيق بالمكرونة اللي كان بيعشقها. صدق كلام دريسبس لغاية ما في يوم اسود صحي الخديوي توفيق على صوت المدافع الإنجليزية وهي تضرب القاهرة. الخديوي لقى ان الانجليز بيضربوا القاهره بالمدافع، يفتكر كلام دريسبس وكلامه عن الصحوبيه والتحالف، ويفوق على صوت المدافع اللي بتضرب القاهره ويفتكر كلام عرابي اللي قال له الانجليز دول مالهمش امان. عالم رخيص كوكب خسيس ولا حد يستاهل، نص الصحاب بقت اغرب بيبيعوا بالساهل. هو سؤال بسيط بس، مش انت قلت ان احنا كان عندنا جيش قوي؟ فين الجيش القوي من كل ده؟ هو الجيش سابهم لغايه ما وصلوا قلب العاصمه؟ فين عرابي اللي هو اصلا وزير الجهاديه؟ نسيت اقول لك يا عمنا ان سبب الاحتلال الانجليزي مش الخديوي توفيق بس، ده الخليفه العثماني برضه هو السبب الثاني لاحتلال مصر.